أهلا بكم. قبل ما أبدأ ما تنساش الزحام السكاني على وشك إنه يدمر الأرض في المستقبل. في حالة فشل النظام البيئي بيحطوا خطة احتياطية بيقرر فيها البشر إنهم يغيروا غلاف الجو للمريخ ويخلوه مناسب للحياة البشرية. العملية دي بتتسمى بتيرا فورمين. بدأوا بتنمية شكل أبسط من الحياة على سطح المريخ، فقرروا يجربوا على الطحالب. بتزيد الطحالب درجة حرارة الكوكب وبتخليها مشابهة لدرجة حرارة الأرض، وبيرسلوا صراصير معدلة جينيا عشان ينشروا الطحالب على سطح المريخ. حاليا سنة 2597 في طوكيو بتطارد الشرطة 2 مجرمين اسمهم كوماتشو نانا. بيهرب المجرمين بين الزحمة ولكن بيقبضوا عليهم بسرعة. في نفس الوقت اللي كانت فيه بتحاصرهم الشرطة كان معاه مساعده الخاص، وكانوا هناك عشان ياخدوا المجرمين المريخ. بحيث يروح المجرمين على سطح المريخ بيقبل الاتنين بالعرض. بعد مرور سنتين تم تدريبهم فيهم، وحاليا جاهزين ومسافرين للمريخ مع مجرمين تانيين زيهم في مركبة فضائية اسمها بابز 2. بعدها بيهرب في غمضة عين وبيسيب نانو تموت بين ايدين كوماتشي. بيوصل فريق جي وبيقول لهم كوماتشي عن اللي حصل، وبيرجعوا للسفينة وبيقولوا مدة طويلة بتيجي موجة تانية من الصراصير أكبر من الموجة الأولى اللي كان فيها ملايين. تيزوكا ما بتقدرش تتعامل مع الاتنين، فبيقرروا 2 من الفريق اسمهم